جايه لكم النهارده بوجبه جميله وخفيفه، فراخ مشويه بس بتتبيله رائعه. احنا غسلنا كده دي وراك دجاج. غسلناها ونشفناها كويس. في الخلاط بقى هنجيب فلفلايه حمراء. ونحط التوابل بتاعتنا، ملح وفلفل وكمون وبهارات، ورق لورو وحبهان وكاتشب وصويا صوص ودبس الرمان والخل. وبصوا في تركة تاني بقى، انا حطيت كيس لبن بودرة. ده بقى اللي هيخلي الفراخ في حتة تانية، وبيمنع الزفارة وبيخليها طرية وجوسي كده وجميلة. هنغلفناها بالاسترتش وخليناها ساعتين في التلاجة او 3، او ممكن ليلة كاملة. بعد كده بقى هنجيب الصينية بتاعتنا اللي هندخلها الفرن، وهنرص فيها الفراخ. هخليها على الظهر عشان نص ساعة، بعدين اقلبها على الوش تاني تحمر. بجد تتبيلة خطيرة، اعتمدوها واحفظوا الفيديو عندكم عشان كل ما تحبوا ترجعوا تشوفوا الطريقة. وانا هكتب لكم الطريقة كاملة والتوابل كلها اللي احنا استعملناها. هننزل كده باقي التوابل كلها، ودخلناها في الفرن وطلعت اهي. انا عملت جنبيها صينية بطاطس ورز بالشعرية، واحمرت وبقت جميلة جدا. تعالوا بقى ندوقها. بصوا طرية ازاي وفي نفس الوقت جوسي. هناخد حبة رز معاها. طعمها بجد خرافة خرافة. يلا اعتمدوها وجربوها، ويا ريت تقولوا لي ايه رأيكم في التتبيلة دي. يلا مستنياكم وشيروا الفيديو عندكم. يلا اشوفكم على خير.